السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أبدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنشوف النهاردة ونعرف مع بعض طريقة عمل البسلة، ونعمل أحلى شوية رز بشعرية وأحلى فراخ محمرة مع بعض، وكمان هنعمل أحلى صينية رز معمر لأبو حبيبة الغالي. يلا بينا الأول نقول بسم الله ونبدأ من اليمين عشان ربنا يجعلنا من أهل اليمين، ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. معايا طبعًا كده شعرية عشان نعمل أحلى شوية رز بشعرية، ومعانا الرز، تمام. ومعانا طبعًا السمنة أو الزبدة على حسب ما أنتِ بتستخدمي بقى اللي موجود عندِك، ومعايا هنا بصلاية وطماطماية وورق لورا وروزماري عشان شوربة الفراخ إن شاء الله. تمام. أنا عامةً يا جماعة باحب أعمل البسلة مع اللحمة، والله طول عمري باعمل البسلة في الطبيخ مع اللحمة، بس النهارده ما لقيناش بصراحة، بتوع اللحمة كانوا خلّصوا، فأبو حبيبة جاب لنا بقى فراخ وخلاص هتمشّي الدنيا يعني. وعصرنا بقى كده معايا عصير الطماطم، ودي البسلة والجزر اللي كنا مفرّزينهم مع بعض قريب، طلّعت كيس كده هنعمله، وقطّعت كده بصلاية كبيرة كده مكعبات صغيّرة، والبهارات دي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وواحدة من مرقة دجاج ومعلقة من الشوربة البيضا، دي عشان الشوربة بتاعة الفراخ، تمام. والشوربة البيضا دي بجد يعني جميلة وبتعزّز الطعم أوي في الشوربة، يعني بجانب مرقة الدجاج كمان. ومعانا هنا الفراخ طبعًا كده مقطّعاها وغاسلاها كويس جدًا بالشكل ده. وهنا بقى كنت قطّعت بطاطستين كده صغيّرين مكعبات وحطيت فيهم مَيّة عشان ما تسمرش، عشان هنضيفها برضه على البسلة والجزر. لو مش حابة تضيفي بطاطس خلاص استكفي بالبسلة والجزر، بس إحنا بنحب نضيف لها بطاطساية يعني. ومعايا الزيت طبعًا. هنا بقى في الفيديو ده معلش هادخّل لكم الرز المعمر، لسه عاملاه معاكم قريب لحماد أخويا، بس طبعًا أبو حبيبة لمّا شاف الرز المعمر وكده قال لي: "يعني تعملوا رز معمر من غيري يا خاينين؟" قُلت له: "لا والله، هاعمل لك أحلى صينية رز معمر إن شاء الله وبألف هنا وشفا." طبعًا معايا الرز ومعايا الزبدة أو السمنة ومعايا طبعًا اللبن وواحدة من الفانيليا، وهنضيف بقى دلوقتي هنا مكون كده اختراع يا يعني، هنحط كده إيه طحينة بتاع ده طحينة إيه، حلاوة طحينية، تمام. جرّبوا بس كده تحطّوا حتّتين كده مكعبين حلاوة من الطحينية دي، بجد بتخلّي الرز المعمّر في حتّة تانية خالص، بجد كان طعمها فوق الروعة. وطبعًا اسم الله حبيب قلبي اللي منوّرني ومشرّفني دايمًا في كل فيديوهاتي وماشيين ببركة ربنا ودعوة أهالينا لينا الحمد لله، ودوّار الشمس الجميلة اللي دايمًا تفتح نفسنا كده على التصوير. دي كانت مكونات وصفتنا النهارده، يالّا بينا ندخل عملي مع بعض على طول ونشوف هنعمل إيه مع بعض. معايا حلة على النار فيها مَيّة بتغلي، هابتدي أنزل عليها بالبصلاية وطماطماية وورق لورا وروزماري، وهاغطّي عليها وهاحط الفراخ معاها برضه لإن المَيّة غلت معايا، هابتدي أنزل بالفراخ، طبعًا غاسلاها ومقطّعاها كويس جدًا أهو. وهابتدي إن أنا أقلّب بقى الفراخ مع الحاجات الحلوة اللي إحنا حطيناها، وهاغطّي عليها دلوقتي واسيبها تستوي براحتها كده نُص سِوَى، ولمّا تستوي نُص سِوَى نبقى نرجع إن شاء الله نضيف لها البهارات. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يقول هيام أحلى شوربة فراخ في الدنيا، عشان أعرف أنتم وصلتوا معايا لحد هنا، يا أحلى أخوات وأحلى جمهورية في الدنيا كلّها، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. هاغطّي على الفراخ بقى واسيبها تستوي، وتعالوا بينا نشوف هنعمل إيه تاني مع بعض. معايا حلة تانية على النار هابتدي أنزل فيها بشوية من الزيت، وهننزل بمعلقة سمنة أو زبدة اللي موجودة عندِك، عشان نبتدي نعمل بقى تسبيكة البسلة، نسبّك بقى الطبيخ بتاعنا يعني. هنا بقى كنت نزلت بنُص كمية السمنة، وهاسيب النُص التاني للرز، لمّا زي ما أنتم متعودين معايا أنا باحب أعمل الأكل طبعًا بالزيت والزبدة أو الزيت والسمنة. بعد ما الزيت والسمنة سخنوا معايا أبتدي أنزل بالبصلة، متقطعة أهي تقطيع صغير عشان نشوحها مع بعض. هاشوحها بقى كده لحد ما تديني لون دهبي كده جميل، وبعد كده نرجع نضيف لها البسلة بقى والبطاطس ونشوحها مع بعض. لو حابين تسبّكوها الأول بعدين تضيفوا البسلة والبطاطس عادي، بس بصراحة لمّا بتشوّحوا الخضار مع البصلة كده بيدّي نكهة للطبيخ حلوة جدًا. هنا بعد ما البصلاية خلاص كده معايا يعني اتشوّحت، هابتدي أنزل أهو بالبسلة والجزر، شايفين البسلة والجزر لونهم جميل وأخضر ومحتفظة بلونها إزاي، ما شاء الله. بس لازم تطلع من الفريزر على الطبيخ على طول، تطلع من الفريزر على الأكل على طول، ما تسيبهاش تفُك، لإن لو سِبتها تفُك هتبقى عاملة زي المَيّة، تمام.
لازم نحافظ على التفريز بتاعها. هنا طبعًا كنت طلعتها من الفريزر زي ما أنتم شايفين لسه كان فيها التلج بتاعها والله، وسِبتها بقى تتشوح كده مع البصلة، وهنا في الوقت ده كنت مقطعة بقى زي ما قُلت لكم البطاطستين كده مكعبات صغيرة، هانزل عليهم برضه على البسلة والجزر، وهادّيهم بقى تشويحة كده مع بعض، ياخدوا ويدّوا بشكل وِدّي مع بعض كده، عشان ياخدوا إيه من طعم بعض ويتجانسوا كده مع بعض، يختلطوا يعني. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يقول هيام أحلى بسلة وجزر وبطاطس يالّا عشان البطاطس ما تزعلش. ربنا يخليكم ليّا أحلى أخوات في الدنيا. هي طبعًا باقرّب لكم كادر الكاميرا هنا عشان أوريكم شايفين بقى ما شاء الله الميكس اللي ما بين الجزر وال البسلة والبطاطس ما شاء الله عاملين matching مع بعض حلو أوي. سِبتهم بقى يتشوّحوا هنا برضه كده إيه كل شوية أغطّي عليها وأشوّحهم كده وأرجع أغطّي تاني عشان يتشوّحوا كويس. هاضيف بس هنا تكّاية كده واحدة مرقة دجاج بس بتعزّز الطعم معايا، بتدّي طعم للطبيخ بتاعنا بيبقى طعمه حلو. أنا بصراحة باحب مرقة الدجاج جدًا. في ناس مش بتفضّلها يعني، بس أنا من الناس اللي بتفضّل مرقة دجاج، حتى لو قالوا لي إن فيها إيه هاقول لكم باحبها برضه، اللي زيي كده وبيحب مرقة دجاج ينزل يقول لي في الكومنتات. هاسيب بقى البسلة والجزر والبطاطس يتشوّحوا، في الوقت ده كان خلاص اتشوّحت معايا، هاوريكم دلوقتي برضه لونها بعد ما اتشوّحت كده، ما شاء الله بقى كده إيه ابتدت تستوي كده في البصل وتتشوّح وياخدوا من طعم بعض كده، طعمها كان في منتهى الجمال. هنا طبعًا بقى هاقرّب لكم الكاميرا عشان تشوفوا برضه لونها كده بعد ما اتشوّحت، شايفين ما شاء الله أهي، كده خلاص داخلة بقى على سِوَى، هنبتدي دلوقتي إيه، نضيف لها عصير الطماطم عشان تستوي بقى مع الصلصة بتاعتنا. وده كان عصير الطماطم أهو اللي إحنا جهّزناه مع بعض أهو، هنبتدي أنزل على البسلة والجزر والبطاطس كده بعد ما اتشوّحوا، وهاقلّبهم برضه تقليبة كده وأغطّي عليها وأسيبها بقى تكمّل باقي سواها. عايزين ندعي بقى دعوة حلوة من قلبنا كده لإخواتنا في كل مكان، في كل الدول العربية، ربنا يا رب ينصرهم نصر عزيز مقتدر، ويشفي مرضاهم، ويشفي مرضانا، ويرحم موتاهم، ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعًا، اللهم آمين يا رب العالمين، ببركة الأيام المفترجة اللي إحنا داخلين عليها. وكل سنة وأنتم طيبين يا أحلى جمهورية في الدنيا كلها، بمناسبة رمضان خلاص على الأبواب، ربنا يا رب يبلغنا رمضان جميعًا على خير، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. ويرزقنا جميعًا راحة البال، ويرزق الناس كلّها من خيراته يا رب. هنا طبعًا بعد ما الفراخ خدت نُص سِوَى معايا، ابتديت أنزل بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وواحدة مرقة دجاج ومعلقة من الشوربة البيضا، وأقلّب بقى الكلام الحلو ده كلّه مع بعضه، تمام، عذرًا، وهاغطّي على الحلة دلوقتي باوريكم بس شايفين الشوربة ما شاء الله، شوربة الفراخ كانت طعمها جميل جدًا مع البهارات بقى اللي أنا حاطاها والبصل والطماطم والورق اللورا والروزميري، مش عايزة أقول لكم بقى مخلّيين الشوربة في حتّة تانية خالص. ولو كان في حبهان كمان كان بيبقى يعني بيخلّي طعم الشوربة حلوة جدًا، بس طبعًا الغلو يعني بقى لي فترة ما باجيبهوش يعني، بس إن شاء الله نجيبه قريب. هاغطّي بقى على الفراخ واسيبها تستوي ويالّا بينا في الوقت ده كانت الصلصة هنا معايا بقى مع البسلة والجزر والبطاطس كده ابتدت تتشرّب معايا أهي وتتسبِّك، عايزة أوريكم لونها بس، هاقرّب لكم دلوقتي الكاميرا وأوريكم لون البسلة ولون الصلصة بتاعتنا حمرا وجميلة ما شاء الله، شايفين بقى بتبقبق إزاي. طبعًا ماسكة لكم الرنج بإيد وباقلّب بالإيد التانية والله، فمش مالكة أوي، لإن في الوقت ده كانت حبيبة نايمة وما كانش معايا حد يصوّرني، فكنت مثبّتة الرنج لو هتلاقوا إيدي بتهتز شوية في التصوير معلش اعذروني، بس هييجي دلوقتي يعني في قبل آخر الفيديو كده حبيبة هتصحى بقى وتكمّل معايا باقي التصوير. هنا بعد ما البسلة بقى اتسبّكت مع الطماطم، هابتدي أنزل بالشوربة، هاخد كده كام كبشة كده من الشوربة واصفّيهم طبعًا بالمصفى الصغيّرة دي، عشان لو طبعًا فيها أي بصل أو طماطم أو ورق لورا أو روزماري من اللي إحنا حاطينه الحاجات دي ما تنزلش معايا طبعًا في الأكل بتاعي، لازم تصفّي الشوربة كويس جدًا. هنا بقى خدت مقدار الشوربة اللي أنا محتاجاه وهاقلّب بقى طبعًا الطبيخ بتاعنا بالشكل دوّة، وهاغطّي عليه واسيبها بقى تكمّل سواها براحتها كده على نار وسط، لا نار عالية أوي ولا واطية أوي، نار وسط كده ونسيبها تكمّل سواها، تمام؟ حطّوا اللايك بقى واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعّل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم منّي كل جديد من مملكة هيام. وهنا في الوقت ده كان خلاص الفراخ معايا استوت، هابتدي أجيب طبق كده
أو بولة أي حاجة عندِك، وهابتدي إن أنا إيه، أشيل الفراخ بتاعتي كده تبرد فيها عشان نحمّرها مع بعض. طبعًا أنتم متعودين إن أنا كنت بادهن الفراخ بتاعتي صلصة أو كده يعني وزيت، وبادخّلها الفرن تاخد لون على طول، بس بصراحة النهارده قُلنا عايزين ناكلها محمّرة، بقى لنا كتير مش بناكل فراخ محمّرة، فهنحمّرها النهارده إن شاء الله كده مع بعض. وزي ما قُلت لكم إن أنا أصلًا مش باحب الفراخ مع الطبيخ عامةً، باحب اللحمة مع أي نوع طبيخ. بس النهارده زي ما قُلت لكم بتوع اللحمة عندنا في البلد كانوا خلّصوا بدري، فما لحقناش نجيب، أبو حميد راح يجيب لقاهم قفلوا، فراح محمد قال له: "يا بابا خلاص نجيب فراخ." فكنت هاغيّر بقى البسلة بقى وأعمل نوع تاني، فقالوا: "لأ محمد ابني كان نِفْسه ياكل بسلة يعني وكده." فقُلت لهم: "خلاص هاعملها لكم والله." وكانت حلوة والله ومشّت اليوم يعني ومشي الحال. نزلنا بقى طبعًا نزّلت حلة الشوربة كده على جنب هنا، وجِبت حلة تانية معايا على النار، وهابتدي أنزل فيها بشوية من الزيت، وننزل باقي كمية السمنة أو الزبدة اللي كانت معانا، عشان نعمل بقى شوية رز بشعرية حلوين كده جنب الأكلة الجميلة بتاعتنا. هانزل طبعًا أجيب معلقة سمنة كبيرة كده مع الزيت، وهاسيبهم يسيحوا كده مع بعض، ولمّا يسيحوا ننزل مع بعض دلوقتي بالشعرية عشان نشوّحها مع بعض. هاشوّح بقى الشعرية كده واسيبها لحد ما تدّيني لون دهبي كده جميل، وبعد كده نرجع نضيف لها الرز. في الوقت اللي بتشوّحي فيه الشعرية كوني غاسلة الرز بتاعِك كويس جدًا ومصفّياه عشان الدنيا تبقى ماشية معاكِ تمام. هنا كان الشعرية خلاص اتشوّحت معايا وخدت لون دهبي جميل أهو باوريكم شايفين لونها. هابتدي أنزل بقى طبعًا معايا الرز أهو، وهنبتدي برضه نشوّح الرز مع الشعرية كده تشويحتين، وفي الوقت ده يكون الشوربة بتاعتِك سخنة، أو لو ما عندكيش شوربة ممكن تسخّني مَيّة، تغلي مَيّة يعني، يُفضّل دايمًا الرز يكون شوربته أو المَيّة بتاعته تكون مغلية، تمام. أنا طبعًا الشوربة بتاعتي لسه منزّلاها من على النار فسخنة، فهابتدي إن أنا أضيف أهي الشوربة على طول. هاصفّي بقى طبعًا برضه بالمصفى زي ما عملنا في الطبيخ، هنعمل برضه في الشوربة بتاعة الرز، ونصفّي الشوربة بتاعتنا عشان زي ما اتفقنا ما فيش أي حاجة من اللي إحنا حاطينها في الشوربة تُقع في الرز. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يقول هيام أحلى شوربة، أو هيام أحلى رز بشعرية، أو هيام أحلى أي حاجة، هيام أحلى حاجة، المهم يعني حاجة حلوة وخلاص. زي عيونكم الحلوة اللي بتشوفني يا أحلى جمهورية في الدنيا. هاقلّب بقى كده طبعًا الرز وهاغطّي عليه دلوقتي، أنا طبعًا باعاير الرز بالمعلقة لمّا بالاقي المعلقة غرزت كده وغطّت الشوربة، خلاص باعرف إن ده المقدار الصح للرز، هاغطّي عليه بقى دلوقتي واسيبه يتشرّب، ولمّا يتشرّب هاهدّي عليه واسيبه يستوي، وحطّوا اللايك بقى ويالّا بينا نشوف هنعمل إيه تاني مع بعض. في الوقت ده طبعًا كان هنا خلاص البسلة بتاعتنا خلاص هنا استوت، عقبال ما أنا عملت الرز كانت البسلة ما شاء الله أهي، خدت بقى سواها تمام. هنا بقى باشوف لكم باوريكم بالمعلقة، لقيت المعلقة مش هتشيل كويس، فجِبت المغرفة أو الكبشة يعني، باوريكم من بعيد أهو شايفين البسلة ولونها وقوامها ما شاء الله تحفة جدًا. خلاص كده هاطفي بقى على البسلة واشيلها دلوقتي على جنب، ويالّا بينا نجيب طاسة فيها زيت غزير عشان نبتدي نحمّر الفراخ بتاعتنا. جِبت الطاسة وحطيتها على النار بقى، هاعلّي النار شوية عليها عشان الزيت يسخن، ولمّا يسخن نرجع نضيف لها الفراخ. هنا في الوقت ده كان الزيت معايا سِخِن، وادي الفراخ بتاعتنا أهي بعد ما طلّعتها من الشوربة وسِبتها تتصفّى كده على سيرفيس أو طبق كده، هابتدي أنزل عليها طبعًا على الزيت على طول وهو سُخن عشان تتحمّر معانا. لمّا تاخد لون بقى دهبي من تحت، هابتدي أقلبها على اليمة التانية عشان تاخد لون من فوق ومن تحت كده تبقى متحمّرة ومتقرمشة كده وجميلة. هنا في الوقت ده كانت الفراخ بتاعتنا خلاص اتحمّرت من تحت وخدت لون، قلبتها على اليمة التانية واتحمّرت كمان مرّة. وهنا بقى جِبت طبق تاني وابتديت إن أنا أشيل الفراخ بتاعتنا أهو عشان تتصفّى عليه. نسيت طبعًا والله عندي مناديل مطبخ والله، والله عندي، أنا جايبة لسه، بس نسيت إن أنا أحُط مناديل مطبخ على الطبق عشان يتصفّى عليه. يالّا يا جماعة جَلّ ما لا يسهو، إحنا لسه يعني لسه كمان داخلين على رمضان، ما بالِك بقى أمّا نخش بقى شهر رمضان، النسيان هيبقى عامل إيه، أخباره هيبقى عامل إيه معانا مش عارفين والله. ربنا بقى هو يسترها معانا. خلاص كده ده كان شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما اتحمّرت طفّيت على الزيت، وده كده كان الشكل بقى بتاعنا بقى النهائي أهو، خلاص الغدا بتاعنا ابتدى يجهز معايا،
وهنا في الوقت ده كانت حبيبة بقى طبعًا صحيت، وقُلت لها تعالي بقى عشان إيه، تقدّمي معايا بقى الغدا وإحنا بنجهّزه. شايفين بقى الرز وجماله، أحلى رز بشعرية مفلفل وجميل وأحلى فراخ محمّرة. هنا بقى طبعًا باحب إن أنا أشيّك كده على الرز بتاعنا، يدّيه شكل جمالي كده زي المطاعم، لإن طبعًا العين بتاكل قبل المعدة أو قبل البُق زي ما بيقولوا. و اللي أهم من الشغل تضبيط الشغل زي ما أنتم متعودين مع مملكة هيام. وهنا في الوقت ده كنت خلاص قدّمت معاكم بقى الرز بالشكل ده، شايفين البخار وجماله بقى، جو شتوي كده جميل. وقدّمت المعالق طبعًا ف مع الرز. وابتديت بقى إن أنا إيه، أحُط البسلة بتاعتنا أهي بالشكل، شايفين لونها وجمالها، يا سلام، يا سيدي، يا سيدي. طبعًا كل فرد بيبقى معاه طبق الرز بتاعه، مع طبق الطبيخ بتاعه، مع طبق الشوربة بتاعه، مع حتّة الفرخة بتاعته، وكل واحد يعيش حياته مع نَفْسه، فاهمني؟ يعني أنا دايمًا متعودة إن أنا أخلّي كل واحد ياكل في طبق لوحده عشان إيه، آآ يبقى كل واحد مرتاح وهو بياكل يعني، فاهمني؟ وقدّمت بقى شوربة بالشكل ده، وده كان شكل الغدا بتاعنا النهائي يا جمهورية بعد ما قدّمته بالشكل ده. إيه رأيكم بقى؟ تعالوا اتغدوا معايا بقى يا أحلى اخوات، أحلى جمهورية في الدنيا كلّها. أحلى شوية بسلة بالجزر والبطاطس، وأحلى رز بشعرية، وأحلى فراخ محمّرة، وأحلى شوربة. وبس كده، ده كان الغدا بتاعنا النهارده، غدانا خفيف كده وبسيط، يا رب يكون خفيف على قلوبكم واستفدتوا من الوصفة بتاعتنا ولو بمعلومة. طبعًا هنتغدى بقى ونرجع نعمل مع بعض الرز المعمّر، عشان طبعًا الأكل خلاص اتعمل، هناكل ونرجع تاني نعمل مع بعض أحلى رز معمّر لأبو حبيبة واسم الله حبيب قلبي ودوار الشمس الجميلة. يالّا بينا بقى نتغدى ونرجع نعمل مع بعض الرز المعمّر لأبو حبيبة الغالي. يالّا بينا، ولا تضغطوا إعلان ولا تروحوا في أي مكان، انتظروني. وهنا يا حبايب قلبي كنا خلاص اتغدينا الحمد لله ومشي الحال. قمت بقى طبعًا عشان أجهّز بقى الرز المعمّر لأبو حبيبة كده عشان يلحق إيه، ياكلوا بقى في العشا بالليل. عذرًا يا جماعة، أنا ما أعرفش، أنا عندي شرقة مش بتسيبني، خصوصًا لمّا باجي أمنتج، ما أعرفش ليه. المهم جِبت معايا الصينية الجميلة بتاعتنا دي، ونزلت طبعًا عليها باللبن. طبعًا اللبن كان يعتبر كيلو ونُص من اللبن في الشفشق، فأنا جِبت نُص كيلو كمان. وابتديت أضيف السكر على اللبن عشان يدوب مع اللبن كده، وهاسيب اللبن بقى والسكر كده يدوبوا ويغلي، لحد ما يغلي كده نرجع نضيف له الرز. في الوقت ده أنا كنت بس مصفية رز وباغسله، وهاصفيه بقى أهو. في الوقت ده كان خلاص اللبن غلي معايا، هانزل بقى طبعًا بالرز. ده كده بما يعادل يعني أقل من نُص كيلو رز بحاجة بسيطة، تمام. وهاقلّب بقى الرز كده مع اللبن والسكر لحد طبعًا ما يتشرّب معايا كده، ولمّا يتشرّب نرجع نضيف له الفانيليا. هوبا رجعنا ليكم في ثانية إزاي. هنا بقى ضِفت طبعًا واحدة فانيليا كده، لو ما عندكيش فانيليا أكياس ممكن تضيفي فانيليا من اللي هي السايبة بتبقى حلوة جدًا. وهاقلّب بقى الفانيليا دي عشان تدّي ريحة حلوة كده للرز المعمّر بتاعنا. وهابتدي في الوقت ده برضه نضيف بقى الزبدة أو السمنة اللي متواجد عندِك. هانزل بقى طبعًا كده، مش هانزل بالكمية دي كلّها طبعًا عشان ما تبقاش كتير، فهانزل بالكمية اللي أنا محتاجاها واسيب الباقي. هاقلّب بقى طبعًا بالمعلقة واشوف كده الزبدة أو السمنة كده خلاص مقدارها مضبوط والّا هاحتاج تاني. فطبعًا مش هاحتاج تاني، والكمية دي طلعت كده مضبوطة وحلوة. باحاول بقى إن أنا أقلّب السمنة كلّها على الرز أو الزبدة كلّها على الرز عشان تعمل معايا وِش كده في الصينية كلّها، تمام. وهنا بقى هاقول لكم على تركاية حلوة جدًا. طبعًا كانت حبيبة قلبي أم سارة مرات عمي عماد كانت دايمًا بتعملها، بتضيف حتة الحلاوة الطحينية دي على الوش، كانت بتخلّي طعم الرز جميل جدًا. وطبعًا برضه حبيبة قلبي متابعتي أم إسراء، برضه جارتي وحبيبتي وأختي الكبيرة، قالت لي برضه: "يا هيام ضيفي كده معلقة أو بتاع معلقة حلاوة طحينية، هتدّي الرز المعمّر يعني طعم في منتهى الجمال." بجد يا حبيبة قلبي باقول لِك أنا جرّبتها أهو بطريقتِك، وبجد، بجد الرز المعمّر طلع في منتهى الروعة. المرّة اللي فاتت ما أنا كنت عارفة إن يعني الحلاوة الطحينية دي من زمان مرات عمي عماد كانت بتعملها والله، بس ما كنتش إيه، جرّبتها قبل كده.
بس بصراحة جربتها المرة دي وعجبني جدًا، وبعد كده هاضيف على طول حلاوة طحينية على الرز المعمر، بجد خلّت الرز المعمر حاجة تانية خالص، طعمه كان روعة. تسلم إيدِك يا حبيبة قلبي. هنا في الوقت ده كان خلاص بعد ما حطيت الحلاوة بقى الطحينية على الوش كده والسمنة وكلّه بقى إيه، تجانس مع بعضه، دخّلتها الفرن على درجة حرارة 200. وهنا في الوقت ده كان خلاص الرز بتاعنا جِهِز معانا وخلص وما شاء الله شايفين بقى خَد وِش تحفة إزاي. بجد يا حمادة الصينية دي طلعت أجدع من الصينية اللي أنا كنت عاملاها لك المرّة اللي فاتت، عشان الحلاوة اللي إحنا حطيناها خلّت لها كده لون وجميلة أوي ما شاء الله. وبس كده دي كانت أحلى رز معمّر لأبو حبيبة حبيب قلبي، وبألف هنا وشفا على كل اللي أكل من الرز المعمّر ده. وهنا باقول لكم حطّوا اللايك بقى واتلسعت من الصينية بس الحمد لله. أشوفكم على خير بقى في فيديو جديد ومع السلامة.